دول الخليج تنقلب وتفاجئ العراق. مجلس التعاون الخليجي في قرار مفاجئ يقول: نقف مع الكويت بشأن ملف ترسيم حدودها البحرية مع العراق ونرفض المساس بأراضيها. مصادر لترند 24: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيجري زيارة رسمية إلى تركيا يوم غد الخميس برفقة وفد رفيع المستوى. السيد مقتدى الصدر يتصل بالدكتور اياد علاوي معزيا بوفاة ابنه. والرئيس الفرنسي خلال استقباله أحمد الشارع يقول أن مكافحة إيران وأذرعها في المنطقة تساهم في استقرار سوريا ولبنان. والقاضي وائل عبد اللطيف يقول أن الحكومة بلطت طريق مطار بغداد ب100 مليون دولار استعدادا للقمة العربية. إشعان الجبوري يقول: لن أتراجع عن دعم أحمد الشرع لأنه أول نظام بعد نصف قرن يعيد للسنة حقهم في السلطة. أتفهم غضب الولائيين في العراق. حرك البحث في جوجل يغير اسم الخليج من الخليج الفارسي إلى الخليج العربي رسميا في جميع تطبيق الخرائط. هذا يأتي بعد أن قال ترامب أن فور نزوله من طائرتي في السعودية سأعلن بشكل رسمي تغيير اسم الخليج الفارسي إلى العربي. المحامية قمر السامرائي تعلن ترشيحها للانتخابات المقبلة في بغداد ضمن صفوف حزب التقدم برئاسة الحلبوسي. وضبط 4 أمريكيين بحوزتهم جهاز تحديث خرائط في الكرادة، والسفارة الأمريكية تتدخل للإفراج عنهم. رفع دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي بتهمة إثارة النعرات الطائفية بين أبناء البلد الواحد. وجريدة المدى تقول: منذ حوالي 6 أشهر لم يعقد البرلمان العراقي سوى 10 جلسات، لكن النواب حصلوا مقابل ذلك على رواتب بنحو 18 مليار دينار.